بيكم في فيديو جديد. النهارده هنضيف اللوجن ويز جيميل. ازاي نعمل لوجن بالجيميل في الابليكيشن بتاعنا. طبعا الديزاين جاهز، احنا هنحط اللوجيك بس. اول حاجه نروح على الفاير بيز بتاعنا، نختار البروجكت، وبعدين نروح على الاوثنتيكيشن، نضيف ساين ان ميثود، اد نيو بروفايدر جوجل، بعدين انيبل، بعدين هنقول له اد فينجر برينت، وهنضيف هنا سيرتيفيكيت فينجر برينت. طيب دي نجيبها منين؟ ده البروجكت بتاعنا على الجهاز build app output apk debug وتقفل. تاخد الدايركتوري ده وتروح على ويندوز باورشل او التيرمينال، مش تفرق، نقول له cd و الدايركتوري بتاعنا. بعدين تكتب الكوماند ده، هسيبهولك في الديسكريبشن، تاخده كوبي وترنه، هيطلع لك ال SHA1. ناخدها كوبي ونروح على البروجكت بتاعنا في فاير بيز ونضيفها، نقول له سيف. بعدين ننزل الجوجل سيرفيسز. احنا نزلنا الفايل ده واحنا بنعمل الكونكت بالفاير بيز. طيب الفايل ده اتعدل دلوقتي لان احنا عملنا اللوجن بالجيميل، هننزله. عندك حلين دلوقتي، تاخده كوبي وتحطه في البروجكت بتاعك، ريبليس تحطه مكان البروجكت بتاعك، او تاخد دول كوبي تفتحه باي فايل عندك، تفتحه باي برنامج عندك بقى، في اس كود، نوت باد، اي حاجه. نروح على البروجكت بتاعنا، اندرويد اب جوجل سيرفيسز دوت جيسون، سيلكت اول، كنترول اي كنترول في، بس كده. كده خلصنا الربط بالفاير بيز. بس نرجع على البروجكت، تمام، نقول له سيف. ولو هنعمل اللوجن بالجيميل للاي او اس للايفون فبننزل الفايل ده، احنا مش محتاجينه دلوقتي. done. نرجع اليوزرز، نرجع للابليكيشن بتاعنا، تعالوا في الاوس نضيف لوجن with gmail services plus google os final os equal fire base os dot instance. نضيف الفاير بيز، نعمل الفانكشن بتاعت اللوجن بقى، future credential عشان النال سيفتي. بعدين لوجن with جوجل async try catch. نضيف بقى جوه تراي فاينل جوجل يوزر equal await جوجل sign in dot sign in final جوجل os await جوجل user dot authentication final cred equal جوجل os provider dot credential. من جواها هتلاقي عندها access token و ID token. في ال ID token هنقول له جوجل os dot ID token، وعشان النال سيفتي نديها استعلام استفهام. وعندها الاكسس توكن نقول له جوجل اوس دوت اكسس توكن، وبرضو عشان النال سيفتي
نكتب علامة استفهام. آخر حاجة بنقول له return await post dot sign in with credential، وفي الكريدنشال نبعت له كريد اللي احنا كريتناها. آخر حاجة هنا بنقول له print لو حصل error أو كده يبقى key dot string. كده الفانكشن تمام. نروح على سكرين لوجن. ده دارت فايل فاضي عشان ما يتزاولش بقى فيه، نعمل له ديليت. تمام. نروح على لوجن سكرين. انا كنت عامل امبورت هنا ماشي. تعالوا بقى نضيف او نستخدم الفانكشن هنا. الايكون اهي، نقول له فاينل void call back، نسميها on tab، وعشان النول سيفتي برضو ناخدها في الكونستراكتور نخليها require. الانكويل فيها on tab، نبصلها الفانكشن اللي احنا لسه عاملينها اللي هي برضو اسمها on tab. تمام. نروح هنا بقى نلاقيهم ضربوا. ليه ضربوا؟ لان لازم نبصلهم الاون تاب اللي هي الريكواير. ونبصيها هنا برضو، ونروح على الساين اب لان في 2 ايكون برضو فيها. تمام. تعالى في اللوجن بقى نكريت هنا، ناخد انستنس من الكلاس اللي احنا لسه عاملينه اوس ايكوال، احنا سميناه ايه هنا؟ جوجل اوس. نروح على اللوجن. تمام كده، نعمل لها import. تمام. تعالوا بقى في الايكون بتاعت جوجل نخليها async، وهنا كده await post dot login with جوجل. تمام. نجرب. هتلاقي دي الاكونتات اللي في الجهاز. احنا مثلا هنعمل بالاكونت ده، هنلاقيه عمل لوجن. لو دخلنا هنا كده وجربنا هتلاقي ان الايميل ده بيقول لك ان هو البروفايدر بتاعه بجوجل وبالايميل نفسه، لان احنا الاكونت ده هو اللي انا عملت بيه ساين اب. عملت ساين اب عادي، ايميل وباسورد، وعملت برضو بنفس الاكونت بالجوجل بالجيميل، فعشان كده هو مسجل لي قدامه الاتنين دول. تمام. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.